السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة معجنات لذيذة جدا وسهلة قوي، تنفع معايا للمبتدئين. وكل مرة بحضر العجينة دي بتطلع احلى من المرة اللي قبليها. ميزة العجينة دي بتنفع معايا في حشوات كتير، تنفع معايا في حشوات حلوة وحشوات حادقة. الحشوات الحادقة زي الفراخ والجبنة واللحمة، معايا حشوات حلوة زي التمر والشوكولاتة والنوتيلا والمربى. الوصفة دي من أنسب الوصفات اللي تقدروا تحطوها معانا في الفريزر، وتعملوا منها كميات وتخرجوها وقت ما تحبوا على التسخين على طول. سواء بقى تنفع معايا في اللانش بوكس، أو للشغل أو للفطار أو للعشاء. ما شاء الله، عجينة قطنية بمعنى الكلمة، طرية جدا وهشة جدا ما شاء الله ومفرغة من جوه. يلا يا حبايب قلبي، نسمي ونصلي على الرسول وندخل على وصفتنا النهاردة. معايا كوباية ونص من الحليب. ده انا معايا الشرش بتاع الجبنة، انا كنت شايلاه في الفريزر. بعد ما عملت الجبنة بطلعه افكه في الميكروويف، وحطيت معايا كوباية ونص من الشرش بتاع الجبنة دوت. ده بديل اللبن او بديل الحليب. وضفت عليه نص كوباية من السكر، وضفت عليه معلقة كبيرة من الخميرة. بدوبهم مع بعض كده كويس. ممكن على فكرة نعجن بكوباية ونص من المية وعليها لبن بودر. وبعد كده بضيف معايا معلقة كبيرة من الخل. الخل ده محسن حلو للفطاير وبيساعد معايا في تفاعل الخميرة بسرعة. خلاص، بركن الخليط ده على جنب يتفاعل مع نفسه كده. وهنحضر مع بعض هنا الدقيق. بنزل معايا بخمس أكواب من الدقيق بالكوب المعياري أو الكوباية بتاعت الشاي اللي هي 250 جرام. بعد ما نزلت بخمس كوبايات من الدقيق، بنزل عليهم بمعلقة بيكنج باودر 10 جرام. وبضيف معايا 3 معالق من اللبن البودر. ممكن تستغنوا عن اللبن بودر خالص وتشتغلوا بالحليب بس، او تشتغلوا بمية ولبن بودر بدل الحليب خالص. وضفت معايا معلقة صغيرة او نص معلقة صغيرة من الملح الابيض 5 جرام. هنا بقى الخليط معايا زي ما انتوا شايفين يتفاعل كده. معايا حباية من البيض، بنزل بالبياض بس على الخليط بتاع العجن، وبشيل الصفار معايا عشان هدهن بالوش. ومعايا هنا نص كوباية من الزيت، بنزل بربعها وبسيب الربع عشان زي ما قلت لكم كل مرة بفطم بيها العجينة. وبنزل معايا بمعلقة زبدة. يبقى أنا حطيت نص كوباية زيت ومعلقة زبدة. بنزل شوية من الخليط ده وشوية بفطم بيه العجينة. ونزلت معايا بكوبايتين زبادي. بدوب الخليط ده مع بعضه كده. وبعد كده بنزل بيه بقى على المكونات الجافة. بقلب تقلبتين كده بالمعلقة لحد ما بلم العجينة الدقيق. وبعد كده بعجن بإيدي. بصوا، أنا محتاجتش أي سوايل تانية. السوايل اللي أنا قلتلكوا عليها هي يا دوب لمة العجينة. طبعا زي ما انتوا شايفين كل مرة بقولكوا العجينة طرية وبتلزق، مش هتوضح معايا ولا هتبان معايا العجينة كويسة ولا لأ غير لما بفطمها في الآخر بشوية الزيت اللي في الآخر دول. أنا هنا كده ضفت الزيت في الآخر. وبعد كده كملت العجينة، عجنتها لمدة 5 دقايق. وبدهن البولة بتاعتي نقطة من الزيت، وبدهن وش العجينة برضو نقطة من الزيت، وبغطيها بالاسترتش. وزي ما قلت لكم الفرن بيبقى سخن معايا شوية، بقفل الفرن وبحط العجينة تختمر كده. ما بتاخدش معايا نص ساعة. بلم العجينة كده. وببدأ بعد كده أقطع العجينة. ممكن تعملوها رول وتقطعوها بالقطاعة. ممكن تقطعوا التقطيع التقليدي عادي جدا زي ما أنا بوريكم كل مرة. خلاص. بكور العجينة بعملها على هيئة كورة كده، بحاول أقفلها وألمها في قلب بعضها. بخليها مثلا القطعة في حدود 60 جرام أو 70 جرام. طبعا أنا ما بوزنش، زي ما قلت لكم أنا بعرف معيار العجينة عشان أنا على طول بشتغل في العجين. لو أنت عندك ميزان وحابة توزني كل قطعة تمام، حابة تعمليها كده خلاص. خلاص، أنا كده بوريكم العجينة كلها أنا حضرتها.
هنا معايا جبنة رومي أنا عاملاها في البيت، وعندي جبنة قريش ضربتها في الكبة لحد ما طريتها كده على شوية جبنة من جبنة حادقة. تمام، يعني خليط جبنة، أي خليط جبنة عندك، أي جبنة عندك تحطيها، جبنة موزاريلا، جبنة شيدر، أي خليط جبن تحطيها على بعضها. ممكن تحطوا عليها زعتر، وممكن تحطوا برضو حبة البركة. تمام، وممكن تحطوا بقدونس وفلفل ألوان. طيب أنا هنا فردت العجينة زي ما انتوا شايفين كده على شكل بيضاوي. خلاص. تاني بفرد العجينة على شكل بيضاوي، وبعد كده أحط الجبنة. الأول بقطعها بالقطاعة، بقطعة البيتزا، وبعمل بيها فتحات بالشكل ده. بحط الجبنة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده، وببدأ بعد كده أحط فيها فلفل ألوان، أو زي ما قلت لكم زعتر أو بقدونس، وأبدأ بلف العجينة وبتأكد إني قفلت الجناب كويس جدا. تمام، وببدأ أحطها في الصينية، بفردها تاني على شكل مستطيل أو على شكل بيضاوي. خلاص. ببدأ بقى سمك العجينة بيكون ولا سميك ولا رقيق، بتكون وسط. بدأت أحط الجبنة زي ما انتوا شايفين، وبدأت أقطع بقطعة البيتزا أو بالسكينة، بعمل فتحات بالشكل اللي انتوا شايفينه، وأبدأ ألفها رول. وأنا بلفها بتأكد إني قفلت الجناب كويس. زي ما قلت لكم تقدروا تحشوها ميكس جبن، تقدروا تحشوها لحمة مفرومة، تقدروا تحشوها فراخ شاورما مثلا، تعملوها زي نظام الشاورما كده، او تقدروا تحشوها حلو مربى. تقدروا تحشوها مثلا نوتيلا، تقدروا تحشوها اي حشوات انتوا حابينها. خلاص. ببدأ بعد كده الفها واقفل الاطراف كويس. تمام، زي ما انتوا شايفين كده، وبحطها في الصينيه. فردت العجينه على شكل بيضاوي على شكل مستطيل، وبعد كده بعمل بها فتحات بالقطاعة أو بالسكينة، وأحط الجبنة أو أي حشوة انتوا حابينها. هنا عملت جبنة سادة، وعملت جبنة برضو بالفلفل الألوان، وببدأ ألفها رول بالشكل ده، وأقفل الأطراف كويس، وخلاص بحطها في الصينية. وأهم حاجة وأنا بحطها في الصينية أسيب مسافة بين واحدة والتانية. أنا عملتها كلها بالجبنة، عشان طبعا عندي بيحب الحشوات الحادقة شوية. وبكده خلاص أنا خلصت الصاج الأولاني. صوص التغطية بقى، أو خليط التغطية، بحط معايا معلقة عسل أبيض، مع صفار البيضة، مع شوية من الحليب، ومعلقة نسكافيه. طبعا النسكافيه دوت المفروض أنا كنت طبعا طحنته، أو تحطوا معلقة قهوة، وممكن تحطوا برضو معلقة خل، وبتبدأوا بعد كده تحطوا إيه، خليط التغطية بقى، ضغطوا بيها الوش زي ما انتوا شايفين، تدهنوا بيها الوش كويس كده. خلاص. العجينة دي اختمرت للمرة التانية، أنا قطعتها وسبتها اختمرت معايا حركة ربع ساعة، لحد ما تضاعف حجمها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. وبعد كده حطيت لها خليط التغطية. في الوقت ده الفرن معايا طبعا والع بيتسخن، وبعد كده حطيت العجينة على درجة حرارة 180، وخرجت معايا من الفرن، غطيتها بفوطة وسبتها متغطية شوية عشان تحسوا بالطراوة. أي عجينة بتخرج من الفرن بتحسوها إن هي ناشفة شوية، لما بتغطوها بعد ما تخرج من الفرن على طول بتبقى طرية بالشكل ده. بصوا شوفوا الطراوة، وما شاء الله شوفوا الهشاشة من جوه عاملة ازاي. بصوا لما بتعملوها رول، العجينة ما شاء الله بتبقى هشة جدا من جوه بالشكل ده، وزي ما انتوا شايفين. واهم حاجة العجينة تكونوا خادمينها كويس قوي في العجن، وزي ما قلت لكم المكونات تقدروا تغيروا فيها زي ما انتوا حابين. دي اللي هي الميكس الجبن بس. طبعا مش شرط تجيب اي جبن، على فكرة جبنة قريش في البيت مع حتة جبنة مثلا اسطنبولي، تضربيهم في الكبة مع بعض، تنعميهم كده مع فلفل الوان، مع شوية بقدونس، مع رشة زعتر، أي حاجة تقدروا تحشوا بيها. في بواقي فراخ ممكن تعملوها زي نظام الشاورما وتحشوها، يعني مش شرط تشتروا لها حاجات معينة، ولا شرط تعملوا أي حاجة.
في ميكس جبن بقى رومي على موزاريلا على شيدر، أي حاجة عندكم ما شاء الله شغالة في كل حاجة وتحفة. بصوا شكلها عامل ازاي. تقدروا بقى بعد ما بتخلصوا كده بتشيلوها، تحطوها في اكياس في الفريزر، وتشيلوها بقى من الفريزر تحطوها في الميكرويف مفيش على طول، وبعد كده هتطلعوها تحطوها للولاد بقى في اللانش بوكس، تنفع معاكم زي ما قلت لكم في الفطار، تنفع معاكم في العشاء. لو جالكم اي ضيف فجأة تقدروا تطلعوها بقى مع كوباية نسكافيه. ما شاء الله شكلها تحفة. يلا حبايب قلبي، دي بقى اللي هي زي ما قلت لكم، دي اللي هي بالفلفل الالوان والجبنة. يلا حبايب قلبي جربوا الوصفة دي، وما تنسوش بقى تقولوا لي رأيكم في الكومنتات، ولايك وشير، واشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.